مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. احمد طاياكم من قناه فراجرنس باشن. رجعت لكم اليوم بحلقه جديده. حلقه اليوم تختلف عن باقي الحلقات لان العطرين اللي بيها يحتاج شجاعه حتى واحد يسويه، يحتاج ثقه بالنفس. العطرين شكلهم سينما معنى الكلمه، بس من راح اتكلم عن العطرين؟ ما راح اتكلم عن الاداء، ما راح اتكلم عن الرائحه. راح تتعجبون وراح تنصدمون. العطر الاول بصراحه وايد طلبات عليه، وانا نشرت اصلا قبل ما تجي على طلبات نصحت بوحده من الستوريات، واللي استخدموا هذا العطر جدا جدا عجبوا بيه. فبصراحه هو العطر انا معجب بيه من زمان واريد اسوي له حلقه. العطر هو بدون مقدمه اكثر توي بوي من موسكينو. تشوفون شكله فاني تيدي بير، والشكل مو مال عطر تحسوه انه قوي او شيء، تحسوه عطر مال اطفال، بس هو عطر مفاجئ، عطر الصدمه. راح تنصدمون بمكونات رائحه العطر. وبما انه اللاصت راح اسوي حلقه عن عطر يشبه تيدي بير. فمره من الستوريات سالوني اذا اكو عطر ممكن انه انا ما اريد اسوي فيديو عنه والعطر هو ممتاز، فقلت اي اكو عطر يعني استحي بصراحه اسوي فيديو عنه. فخلاص بعد راح اسوي على تيدي بير، فما حيكون اضرب من عطر باتريك من نيكلوديان او سبونج بوب. هو الشركه نيكلوديان والمجموعه مجموعه سبونج بوب. فعطر باتريك شوفوا شكله يعني فشي سينما يضحك، بس الرائحه فشي خيال. هسه راح نتكلم عن الرائحه والاداء، وحنبدي بعطر توي بوي من موسكينو. العطر روعه، الرشه مالته تشوفون سبراي كلش قوي ممتاز، تقدرون تحكمون بيه، يعني رشه خفيفه ورشه قويه، فشي جدا ممتاز كسبراي. حبيته وعشقت. واو، رائحه خرافيه، رائحه جميله من البدايه. اقول لكم رائحه مميزه. اذا انت مليت من العطور الموجوده، مليت من اكوا دي جيو، مليت من سوفاج، بدو ديشانيه، ذني عطور مكرره، سترونجر وذ يو، فيكتوس، العطور اللي محققه نجاح كلش كبير وهواي استعملوها وتريد فشي تتميز بيه، وفشي تطلع من هاي الدوامه العطور المتشابهه. توي بوي موسكينو فشي ولا اروع. عطر من اطيب العطور الرجاليه الشامه اللي بالازهار. فهذا العطر ازهار هي المسيطره عليه، هي الطاغيه. فنقول عطر ازهار فاكهي، نقول توابل فريش بيه همينه كذلك بسبب النوتات اللي راح اذكرها. والعطر مسكي وخشبي. المسك اللي بيه مطيه نظافه جدا طيبه للعطر. فالعطر تحسون بيه ازهار نظيفه، ازهار بارده، بس نفس الوقت سبايسز بسبب التوابل اللي بيه دفو بيه حراره. فالشي خليط مال روائح ونوتات مجموعه بعطر ولا اطيب، يجنن، يستحق الضجه اللي مسويها من البدايه اقول لكم اياها. فالعطر رغم شكله الفاني، شكله اللي هواي ما قدروا يستقبلوه، هواي انا واحد من الناس جيت اتجنب استعمل هذا العطر. ما كنت متخيل رائحته رجوليه وجميله لهالدرجه، رغم انه يونيسكس، يعني ممكن البنات يستعملون هذا العطر بس مايل على الرجالي بدرجه اكبر. ما كنت متخيل حلقه هاي الاناقه والفخامه بهذا العطر. فالشيء مو طبيعي. الشكل نهائيا ما يوحي بالرائحه، ممكن بس اللون الاسود يوحي، بس كشكل لا. العطر بالبدايه هو بيه الفلفل وردي طبعا، الكيمثري، جوزة الطيب. جوزة الطيب موجودة بالمقدمة بس هي تستمر طول مراحل العطر، والألمي والبرغموت اللي مطيته البرودة مع المسك اللي ذكرتها اني اللي تحصلوها من العطر. وسط العطر اكو ورد قرنفل، ويا جوز الطيب هو المطي الدفء والحرارة الموجودة بالعطر. وزهرة المغنوليا وزهرة الكنان. زهرة الكنان طبعا ترجمتها بالعربي هي فلاكس فلاور، فهي ترجمة فلاكس فلاور طلعت لي زهرة الكنان. وبالقاعدة اكو جيل الهند، اخشاب الكشمير، والسيلك كولايد اللي هي عبارة عن رائحة صناعية تكون مسك على عنبر بنوتة حيوانية، مع هايتي نجيل الهند، نجيل الهند من هايتي، واخشاب الصندل، واخيرا العنبر. بالبداية خليني اقول لكم هذه النوتات نوتات ما مشابهة، نوتات مختلفة، نوتات مندمجة بطريقة ولا اروع. يعني النوتات الحارة مطية جمالية بالحرارة الموجودة بالعطر، والباردة كذلك. العطر ممتاز طبعا المراحل الانتقالية، الفصول، الخريف، الربيع، الشتاء هم كذلك ممتاز. بالصيف انصح به بليل الصيف، نهار الصيف درجات حرارة عالية يتغلب عليه الحرارة بهذا العطر، فممكن يكون مزعج بسبب درجات الحرارة العالية بالشرق الأوسط. هنا بأمريكا يعني بصراحة إذا الصيف وحتى بالنهار وماكو حرارة عالية ما شوف مانع إنه استعمله، وكذلك ما يزعجني العطر. فالشيء جدا جميل. نوتات صحيح النوتات ممكن تكون الورد اللي بيها مو مثل الورد الموجود بلوريك. طبعا بالمناسبة اختلاف كبير بينه وبين اللوريك، ما لكم علاقة بالتشبيهات انه بسبب انه الاثنين يحتوون ورد، لا العطرين مختلفين تماما. هو ولوريك كل واحد عنده جماله وتميزه. فالورد اللي بيه ورد صناعي شويه، نوتات صناعيه بس مو مزعجه، صناعيه نظيفه بيور جدا جدا طيبه. لان مثل ما ذكرت دائما مو كل نوتات صناعيه معناتها رديه، اكو نوتات صناعيه طيبه وما تسبب ازعاج وتكون مريحه، وهذا من ضمنهم. الحراره موجوده به هي بسبب التوابل مو بسبب النوتات الصناعيه. النوتات الصناعيه جدا مقبوله وجدا طيبه. فالعطر ينفع كعطر يونيسكس، بس البنات اللي ممكن يستعملون هذا العطر خلي انه فوق ال 24 سنه، نقول 22 24، كل ما اكبر كل ما احسن. الشباب لا، الرجال يقدرون يستعملوه من عمر 18 فوق، يقدرون يستعملون هذا العطر بكل اريحيه. عطر ممتاز
ينفع لكل شيء، للدوام، للموظفين، ينفع للمواعيد الرومانسيه، ينفع لكل شيء هذا العطر بصراحه. اشوفه لان عطر جذاب، عطر جذاب، عطر رومانسي، وعطر انيق نفس الوقت، ومميز جدا مميز. يعني هذا العطر من يشتموا حيعرفون انه انت اللي مستعمل هذا العطر. المميز اللي قليلين العطور اللي شبهه او مشابه وياه بالنوتات جدا جدا قليله، خصوصا عطور الورد ما هو يستعملوها بالغرب. بالشرق الاوسط احنا متعودين نشتم عطور ورد ونستعمل من زمان، حتى الرجال ماكو مانع، بس بالغرب شوي يتخوفون من يدخلون الورد للعطور الرجاليه، دائما يستعملوه بعطور النسائيه، بس هي ماكو مانع يستعملوه بعطور رجاليه، خصوصا اذا كان فيها نوتات قويه مصاحبه وقويه العطر مثل هذا العطر. اداء هذا العطر خرافي، استمر علي 10 ساعات العطر موجود وشمه، الفواحان 8 ساعات، فالعطر خلينا نقول كحد ادنى انه اداء 8 ساعات، فشيء ممتاز جدا لهذا العطر. بالمناسبه العطر يعتبر من عطور الديزاينر اسعارها مناسبه، لان سعر هذا العطر بامريكا $94 لل 100 مل بميسيز، ف $94 سعر حالي بالنسبه لاسعار العطور اللي صاعده اللي سوفاج وبلودي شانيل وصلوا حتى ل $145. سعر يعتبر ممتاز، العطر اداءه جدا ممتاز، كعطر ازهار انصدمت اني بادائه بجماله، كرائحه، كاداء، كاستخدام، كتميز، عطر كامل بصراحه. انا جدا عجبني هذا العطر، لا يغركم شكله الكيوت المبين انه هو عطر يعني خفيف ضعيف، لا العطر جدا قوي ووحشي، اداء وحشي ورائحه وتميز. فهذا اول عطر انصح باقتناعه، كملنا منه عطر توي بوي موسكينو، تجربه رائعه، عطر ممتاز، رشحته اكثر من مره بالستوريات لان عطر فعلا يستحق الاقتناء. اخر معلومه اقولها انه هذا تركيز ايدي برفيوم، تركيز عالي للعطر، مو توالت، ايدي برفيوم، عطر ممتاز. هسه نتكلم عن هذا المفشن. هذا العطر اشتميته بمحل اني ما كان اكو هواي عطور تيستر، انا طبعا اي محل اطب اكو عطور تيستر اقعد اشتم مهما كان العطر، انا ما يهمني العطر غالي او رخيص، ذاكره اكثر من مره، فاهم شيء انه العطر يعجبني، عطر مميز، ما يهمني السعر، حتى وان كان عطر مثل هذا انه شكله سينا من معنى الكلمه، عطر باتريك، يعني شايفين سبونج بوب يعرفون هذا باتريك. العطر رائحته جدا عجبتني، السعر رخيص ب $30، يعني عطر معنى الكلمه رهيب، عطر ماكم علاقه بالشكل نهائيا، ماكم علاقه بالشكل. اوكي تشوفون الشكل تتخيلون عطر يعني فواكه ستروبري ما ادري شنو هاي، لا العطر رجالي انه بي سي سولت، بي نوتات بحريه هي اللي طاغيه، بعدها اروماتيك اكواتيك، فنوتات مستخدمين يعني باتريك انه ذني مجموعه اتصور انه هي يعني مجموعه بحريه، انه الكرتون بحري، فالنوتات بحريه صايره ولا اجمل، عارفين شلون يستخدمون بصراحه مفاجئ، يعني عطر مفاجئ، ريحته وجماله ايش قد طيب، وعطر فريش جدا بطريقه مميزه. يعني هذا جماعه كوستا ازورا يعني من هالعطور، يعني فالشيء خرافي، ما تتخيلون عطر بس بهالشكل يكون بهالجمال، فالشيء ولا اروع. خليني اقول لكم انه هذا العطر شنو مكوناته، مقدمه هذا العطر خليني احكي لكم عن المكونات، انه هو بعشبه البحر، بنوتات بحريه، ما ذاكر شنو بس نوتات بحريه، تفاح، حمضيات، زهره الافريجيا، بعد جمال بالمكونات، بالوسط زهره الليلي، زهره الماء الليلي، وكذلك ملح، وبسبب الملح كذلك العطر ملحي يعني حتى ما انسى، ونعناع، وبي زهره ووتر سيكلامان. هاي الزهره ما اعرف ريحتها بالضبط، اتصور هي مطيه هذا التميز للعطر، بس هي كزهره بصراحه انا ما شامها وحدها، فما اعرف شنو نوتتها، مو وايد عطور مصادفتني بها هاي النوته، يمكن هذا اول عطر اصلا او ثاني عطر بها النوته، فما اعرف رائحتها بالضبط للامان. وبي ازهار، وبالقاعده اكو طحالب، نجيل الهند، مسك، واخشاب الصندل، فالتشكيله نوتات ما تتخيلوها بعطر بهالرخص وبهالشكل وبهالوضعيه. انا دائما اتكلم حتى العطور اللي بالعراق من نجي بنسوي عليها اصل فصل ونقيمها، نقول يعني اذا العطر رائحته ممتازه ما نهتم حتى الكواليتي تعبان، الكواليتي رديء، بس مو تجون تسوون عطر كواليتي رديء بس الشكل ده سويناه كشكل حلو، وكواليتي رديء والعطر كذلك رديء وتبيعوه بسعر غالي، مع علم هذا ككواليتي حلو الكواليتي والديتيلز مالته، بس هو العطر شكله فني، بس مو مهم ما دام الرائحه طيبه، مو مهم، وبصعوبه يتحصل بامريكا. العطر نجح، العطر تقييماته عاليه رغم انه هو العطر مال اطفال، بس العطر لا، العطر الشباب الرجال يقدرون يستعملوه صراحه كعطر يعني فشي مو طبيعي، خصوصا اذا انت بالبيت ويحيجوا لك خطار او شيء وما تريد يعني تطلع برا وما عندك طلعه برا اقصد، فتستعمل هذا العطر، رائحه خرافيه، رائحه خرافيه. طبعا بيه نوته مثل نوته الخيار الفريش البارد، ما ذاكريها هم بس تحسوها موجوده بيه، بسبب طبعا ذني النوتات البحريه كلها ذاكريها مع نوته التفاح، فالمزيج ولا اروع، عطر يخبل معنى الكلمه، والاداء كذلك يعني شفته انه جيد، يعني مو اداء سلبي، يعني ب $30 واداء يستمر وياي 6 ساعات، يعني فشي واو، انه ثبات يستمر 6 ساعات، فوحان كل ساعه يبدي يضعف، بس مثل ما ذكرت كعطر للبيت، كعطر طلعه ما تطول ساعتين 3، فشي ممتاز، ماكم علاقه بالشكل، الراحه تخبل
كعطر صيفي رجالي. وبالمناسبه هو صيفي رجالي بس انا ما اشوف ماكو مانع انه بنات يستعملوه، يعني ينفع للبنات انه يستعملوه كذلك اذا يردون عطر فريش عطر نظيف ماكو مانع، بس هو مايل على الرجالي، هو على الرجالي اكثر. وكذلك ماكو مانع تستخدموه بالشتاء، النوتات الملحيه اللي بيه مخليه العطر انه ممكن استخدام كشتاء رغم انه العطر صيفي. فتتخيلوا هذا العطر صراحه يعني ينفع لكل المواسم. انا مثل ما قلت انا راح اطلق البيج مالتي او اكون طلقت بهاي الحلقه يعني قبل ما تنزل. هذا العطر ما حتوفر لانه هو بصعوبه يتواجد بامريكا، بس انا يعني ما له علاقه انه العطر متوفر بالقناه او لا. بالبيج مالتي انا اولويه حتبقى القناه مال يوتيوب. فهذا العطر بصراحه اذا لقيتوه اشتروه وجربوه وادعوا لي، يعني رغم سعره رغم شكله الصلي بس العطر ممتاز. عطر يجنن كعطر فريش نظيف شبابي، خصوصا يعني اذا واحد هو يريد يستعمل عطر روحه ورا الشاور مثل ما قلت جايين اصدقاء يمه جاي للخطار، عطر ولا اطيب والتصويره كلش نظيفه وحلوه عنه، وينفع جميع الاعمار يقدرون يستعملوه. بصراحه حتى الرجال يقدرون يستعملوا هذا ماكو علاقه بالشكل، بتضموا له تخلون احد يشوفه من تستخدموه. وبالمناسبه هذا العطر كعطور مقاربه له فهو يشبه بفايكنج بسوفاج. انا شفت له اختلاف كبير ويا فايكنج وسوفاج، بس هو يعني هواي يشبهوه ويربطوه بذني العطور. فتخيلوا هذا العطر يشبه بسوفاج وبفايكنج، فذني العطور ابد لا تستهزئون بشكله، الراحه شيء ثاني. بصراحه انا ما يهمني العطر شنو شكله، بس طبعا اكو عطور ما اقدر اذكرها، يعني اذا شكلها كان زاد 18 اكو هواي عطور هيك للاسف ما راح اقدر اقيمها اني ولا راح اقدر اطلعها بالقناه، يعني ما نخدش الحياه احنا ونحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. فذني عطور ما راح اقدر اقيمها، واكو هواي عطور من ضمنها اكو عطور هم كذلك من ازارو ما نقدر يعني الشكل مالتها ما نقدر نطلعها بالقناه ونتكلم عنها. بس هاي يعني شكلها صلي، يعني شكلها سخيف، شكلها يضحك، شكل حلو فيها مجال انه اذا كان الشكل مقبول او هاي حتى وان كان صلي كان سخيف كان شكل ما حلو نطلعها، بس بشرط انه ما يكون يخدش الحياه المتابعين والحياه العام. اتصور قلتها صحيح الحياه العام ما اعرف يعني. فالمهم اللي داريد اقوله انه ما لكم علاقه بالشكل، اكو عطور هوايه الشكل مالتي يخدع، وذني اكبر دليل على هذا الشيء. عطور ممتازه، عطور تستحق الاقتناء وتستحق فعليا تكون موجوده بمجموعتك او مضمومه بمجموعتك، مو قدام ما تعرضوها هنا بس مضمومه بمجموعتكم. عطور ممتازه كاستخدام. فاتمنى عجبتكم الحلقه، اذا عجبتكم سووا لايك سبسكرايب فعلوا زر الجرس، وانتظرونا بحلقات جديده من اصل فصل او حلقات عطور. اشوفكم بخير، مع السلامه اصدقائي.